لكل اللي بيدور على قرض من غير ما يطلب القرض. مجرد ما تحمل تطبيق كاش بيديك قرض مباشرة من غير ما تطلب. انت عايز بقى 20,000 15,000، لا، هو كاش بيديك 300 جنيه 500 جنيه، ويقولك سددهم كمان 6 ايام 750 650، انت وظروفك. بس كاش بيدفع. اي حد مزنوق في فلوس وعايز يحمل تطبيق ياخد منه قرض، كاش بيدفع. بس الربا حرام. بس معلوماتك مهمة، عشان ما تقولش ان انا ما قلتلكش. معلوماتك مهمة، المعلومات بتاعتك اللي هي جات الاتصال والصور والفيديوهات، كل حاجة بتتاخد من حضرتك من موبايلك، بيبقى بيتشفى، ما بيسيبش عليه حاجة. حاجات بتتباع، حاجات بيتم ابتزازك بيها بعد وقت ما، بعد ما التطبيق يقفل خالص هيبتزوك بيها. حبيت اقول لكم اي حد عايز يحمل تطبيق ياخد من وراه فلوس، بمجرد ما يحمل التطبيق من غير حتى ما يطلب المبلغ اللي هو عايزه، كاش بيعمل كده. لو ما كنتش اعرف التطبيق وعرفته مني، شير ولايك وسبسكرايب، وحذر غيرك من اللي هيحصل لهم، خصوصا البنات.